الله يسعد لي مساكم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ منيح؟ يا رب تكونوا منيح. اليوم بالذات بدي اياكم تكونوا منيح، لانه الفيديو كلياته اليوم عباره عن مظلوميات. العلويه طبعا قال شو قال؟ العلويه عايشين برفاهيه. يعني يا اخي المواطن، يقول لك المثل ان حبيت خاف الله وان كرهت خاف الله. يعني بصير نحكي عن المظلوميات وما نحكي عن مظلوميه اخوتنا العلويه. لماذا؟ يعني مهما كانت ذاكرتنا سمك اخي المواطن، ابيسواش ننسى التاريخ. ما بتتذكر اخوتنا العلويه بالمخيمات؟ تركيا، الاردن، لبنان. يعني معقول اخي المواطن ما بتتذكر اخوتنا العلويه هن بالمخيمات وقاعدين عم يتدفوا جنب النار؟ مش بردانين كانوا ابدا ابدا اخي المواطن، بس كانت النار مشان الديكور اللي هن عايشين فيه، مخيمات وثلج وبرد. وهي العيشه جنب النار كانت ارحم لهم من العيشه تحت نظام الاكس تبعنا. يعني اكسزموها اخي المواطن. معقول يا اخي المواطن ما بتتذكر 14 سنه، يعني 14 شتويه مرت على اخواننا العلويه بالمخيمات؟ معقول يا زلمه بتنسى؟ اطفالهم، نسائهم، رجالهم، يا زلمه كانوا عايشين بادنى المقومات. هي اساسا اذا كانت موجوده بالوقت اللي كان مش علوي قاعد ببيته او على شي حاجز عم يسمع طل الصباح ولك علوش ويقرقع له كاس متي. يعني معقول ما بتتذكروا يفكع عينكم يا زلمه لما كانوا بالمخيمات يبيعوا خبز يابس؟ خبز يابس يا جماعه الخير بس ليعيشوا، لانه الخبز ما كان يوصلهم، الحواجز ممنوع تمرق لهم لك حتى خبز، بس لانه هذا الخبز رايح لاخوتنا العلويه. واذا بدنا نيجي نحكي عن المعتقلين هون مستحيل ننسى مظلوميه اخواننا العلويه. يا اخي اخونا العلوي لما كان يقع بايد النظام كان يعطوه VIP معامله حسنه، شيء بروفيشنال معلم، شيء فاخر على اخر. يعني زياده بالتعذيب وزياده بالكهرباء اثناء التعذيب، مش لانه بحبوه لا، بس لانه علوي ومهم عند النظام السوري. اما بالنسبه للهجره والتهجير ابدناش نحكي، الكل بيعرف اخي المواطن العلوي وين ما كان يروح كان يستقبل بحراره. نجي نحكي واقع، بحراره. وين ما راح طبعا بحراره، مش من الناس، من الشمس. هو عم يقطع الحدود مشي. تعرف ليش يا اخي اللي مش علوي؟ لانه اساسا دمر بيته وتهجر وهو فيش معه حق تاكسي ياخذها ليقطع الحدود، والحدود صارت مثل متاهه مغلقه معلم على اخونا العلوي. واذا بدنا نحكي عن شهداء فيش داعي نحكي، الكل بيعرف. اسال الحجر، الحجر بيقول لك انه 95% اللي ضحوا بارواحهم في سوريا ضد هذا النظام هن من اخوتنا العلويه. كسزموها يعني ما حدا يناقشني. يعني اذا عن المظلوميه العلويه ما حكينا، عن اي مظلوميه بدنا نحكي؟ يعني اذا بدنا نحكي عن المظلوميات وعن الفقر والجوع والتهجير، ما فينا ما نحكي عن اخوتنا العلويه وعن المظلوميه الكبيره اللي كانت على دور الاكس تبعنا وعلى دور جوز امه القائد الخالد. يلا يضل خطرنا عندكم، بدناش نطول عليكم. يقي يا فهيم، هذه المظلومية السنية مش العلوية بشرفها. هل حكيناها هلا؟ مظلومية اخواننا السنة مش العلوية؟ وهلا انا بدي ارجع اعيد الفيديو من اول وجديد؟ اي والله مش ذنبي، مش ذنبي يا اخي. انتم معطيني الفايل تبع اخوتنا السنة وكاتبين عليه المظلومية العلوية، بديش اعيد. ضل خطرنا عندكم ويعفو الله. طفي.